السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة مع بعض. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتقضى بها الحوائج، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم طريقه تفريز الملوخيه الخضراء باحلى وانجح طريقه ممكن ان انتوا تجربوها. عايزه اقول لكم ان انا بعتمد الطريقه دي من سنين يا بنات، يعني استحاله اغيرها واستحاله اصلا ان انا اعمل ملوخيه ناشفه من اول ما عرفت الطريقه دي وعملتها. اللهم بارك. عايزه اقول لكم ان هي انجح واحلى طريقه. وشايفين اللون طبعا. زي ما انتم شايفين كده شكل الملوخية اصلا كان شكلها كده يفتح النفس، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ربنا يا رب يبارك لاصحابها. طلبتها بصراحة وجبتها لي لحد البيت. عايزة اقول لكم ان الملوخية نظيفة جدا جدا جدا، يعني حتى ذرات التراب كده ما كنتش شايفاها على الملوخية. طبعا مسكت الملوخية قطفتها، وبعدين غسلتها غسلة كويسة كده وبعدين نشفتها. اهم حاجة قبل ما تخرطي الملوخية لازم تتنشف كويس جدا، علشان تاخدي منها احلى لون. طبعا بعد ما نشفت كويس قعدت بقى خرطتها بالمخرطة. بصراحة الملوخية يعني مخرطة، ما ينفعش ابدا ان احنا نعمل الملوخية بالكبة دي. عايزة اقول لكم ان هي بتنقل اصلا الملوخية للون وشكل يعني مختلف تماما عن الشكل اللي هو بالمخرطة ده. اجمل طريقة يا بنات عن تجربة، يعني ما تستسهليش واعملي الملوخية بالطريقة اللي احنا تعودنا وتربينا عليها. جبت هنا حلة على النار وحطيت فيها لتر من المية، وحطيت على المية دي ليمونة عصرتها، يعني ليمونة متوسطة كده. وحطيت 3 مكعبات من مرقة الدجاج. اولا الليمون مادة حافظة، مكعبات الدجاج برضو فيها مواد حافظة. طبعا هي بتدي للملوخية طعم حلو جدا، وكمان لون على فكرة. يعني بتخلي لونها اخضر كده وبتحتفظ بلونها الاخضر لحد اخر كيس هتطلعيه من الملوخية. وكمان 3 معالق من السكر. هتقولي لي ما حطيتيش ملح ليه؟ هقولك بكتفي بالملح اللي هو في 3 المكعبات دول، وكمان الملح اللي انت هتضيفيه مع الشوربه عند ما تيجي تستعملي اصلا الملوخيه. عايزه اقولك حاجه، انا عملت الملوخيه بالطريقه دي، بس بدل ما حطيت مكعبات مرق الدجاج عملتها بشوربه، وبصراحه طلعت فاشله، يعني طلعت سيئه جدا. لونها اتغير يعني بعد شهر بالظبط ما حطيتها في الفريزر. فلا رجعت تاني للطريقه اللي انا بعتمدها بقالي مثلا حوالي 8 سنين. طبعا المية غليت وبعدين نزلت بالملوخية زي ما انتم شايفين كده. الملوخية لما تيجي تخرطيها علشان تفرزيها، ما ينفعش ان انت تخرطيها ناعم قوي، يعني لو خرطيها ناعم برضو هتاخد منك لون اغمق من ده. انما بحب الملوخية بصراحة متخرطة خشنة شوية، وفي نفس الوقت بقى بتكون مفرفرة زي ما انتم شايفين كده، يعني كنت شايفينها اصلا نازلة من الطبق على الحلة ازاي، مش لازقة في بعضها بقى ولا الكلام ده. وطبعا انتوا شايفين لونها. عايزه اقول لكم ان هي انجح واحلى طريقه ممكن ان انتوا تجربوها. طبعا هي الملوخيه ليها تكات، يعني مش كده بس، لسه باقي الفيديو تابعوه وتابعوا تكاته علشان تجربوا الملوخيه، وان شاء الله باذن الله هتدعوا لي يا بنات. يعني عايزه اقول لكم ان هي من الحاجات المنجزه جدا على فكره، الحاجات اللي بتنفع قوي. شويه رز جنب طبق ملوخيه كده خلاص عملتي احلى غدا. خلاص. بعد ما غليت غلوة واحدة، ما تسيبيش الملوخية تغلي على النار علشان هتفصل العرق بتاعها. جبت طبق كده وهحط فيه مية ساقعة متلجة. انا عايزة انزل درجة حرارة الملوخية، يعني بصوا بسرعة، ما ينفعش ان انا اسيبها في الحر ده تبرد براحتها، لان هي برضو هتاخد لون غامق منك. انا بحاول ان انا اقول لكم على كل التكات اللي تخلي الملوخية معاكي بلونها الاخضر الروعة اللي انتوا شايفينه ده. كده حطيت المية وهنزل بالحلة في الطبق زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان زي ما بقول لكم نبرد الملوخيه باسرع واسهل طريقه يعني. طبعا هفضل ان انا اقلب فيها علشان يعني الملوخيه اللي فوق تنزل تحت وهكذا وتبرد معايا بكل سهوله. ضروري جدا قبل ما تكوني هتعملي الملوخيه لازم تكوني مسقعه مثلا ازازتين في الفريزر علشان تبردي بيهم الملوخيه.
هنا كنت اول ما حسيت ان المية بدأت ان هي تكون دافية ففضيتها ومليت برضو مية ساقعة متلجة تاني، وهفضل برضو ان انا اقلب فيها كده بالشكل ده. كل ما كانت الملوخية بتبرد معايا شوية كل ما كانت الملوخية بتتقل اكتر، يعني القوام بتاعها على النار غير قوامها خالص لما بتبرد. ما تعمليش الملوخية خفيفة عن كده، علشان انت كده كده هتضيفي ليها شوربة، فلو عملتيها خفيفة اصلا فانت كده لما تيجي تضيفي شوربة هتضيفي حاجة بسيطة قوي، فالملوخية مش هتكون طعمة برضو معاكي. اهو كده شايفين. كنت جبت بقى الاكياس وهعبي الملوخيه. طبعا انتي ادرى وعارفه انتي وجبتك مثلا بتحتاجي فيها قد ايه، فهتحطي في الكيس على حسب الوجبه بتاعتك. انا عارفه مثلا ان الكميه دي هقسمها على 4 اكياس ولا حاجه، فما شاء الله فعلا عملت لي 4 اكياس. مهم جدا جدا الخطوه دي. فضيت ازازه الميه التانية طبعا ساقعه برضو جدا، وحطيت فيها اكياس الملوخيه على الاقل خالص ربع ساعه. لازم تدخلي الملوخيه الفريزر وهي شبه يعني خلاص ساقعه جدا جدا، اكنها مثلا في التلاجة بقالها نص ساعه، علشان تبدا ان هي تجمد معاكي بسرعه جدا ولونها يفضل جميل جدا. هنا كنت خلاص كيست الملوخية زي ما انتم شايفين، وكتبت عليها طبعا التاريخ علشان اسحب القديم الاول. مهم جدا ان انت لما تيجي تفرزي اي حاجة تكتبي عليها وتكتبي التاريخ. طبعا يا بنات عايزه اقول لكم ان هي انجح طريقه للملوخيه. كمان احنا في غنى عن اي حاجه فروزن احنا بنشتريها من بره. انا جربت نوع ملوخيه ونوع كويس جدا للعلم بالشيء، بس علشان بس اكون عارفه الملوخيه بيكون شكلها ايه، بيكون طعمها ايه، بيكون لونها ايه. بصراحه ما عجبتنيش خالص، يعني عايزه اقول لكم اللي انا بعملها دي احلى منها بمراحل. بجد البيت يكسب يا جماعه. اعملوا الملوخيه بالطريقه دي وهتدعولي كتير. ان شاء الله باذن الله لما تجربوها قولولي في الكومنتات ان هي عجبتكم وكده. وان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.